فضيلة الشيخ، ما جوابكم في من يقول لحوم العلماء مسمومة؟ هذه المقولة من المقولات التي يريد بها الحق ناس ويريد بها الباطل آخرون. فالحركيون وأساطين فقه الواقع ودعاة الحزبية يلوونها إليهم ويرفعونها في وجه كل من يتصدى لهم كاشفا لانحرافهم، فيقول لحوم العلماء مسمومة، ويعنون أنفسهم ورموزهم وقادتهم، ومرادهم ألا يرد على أحد ولا يبين عوار أحد ولا يكشف عوار أحد حتى يخلو لهم الجو فيوجه الناس كما شاءوا ويقودوهم إلى البدع والانحراف والضلال وتفريق كلمة هذه الجماعة، جماعة أهل السنة والأثر. وأهل السنة يستعملونها وهي في صالحهم، وأهل السنة يرفعون هذه الكلمة في وجوه المبتدعة دفاعا عن أئمة الهدى وأئمة الحق، فلحومهم مسمومة ولا شك. أما أهل البدع والضلال والانحراف فلحومهم لا كرامة لهم. ونحن حينما نرد على هؤلاء لا نرد عليهم لذاتهم ولا لأشخاصهم، ولكن لما نشروه بيننا من الانحراف والجهالات والضلالات، ولما أشاعوه من الفرقة بركوبهم البدع، فلا كرامة لهم حتى يعودوا إلى الحق والسنة. نعم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، وأقول قام الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أنه لا كرامة لهؤلاء، والذي يتأمل النصوص يظهر له ذلك جليا. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، ووعد أن يقاتلهم إن لقيهم، ووعد على ذلك بالأجر. وحذر من القدرية وقال فيهم إنهم مجوس هذه الأمة. وحذر من المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان، حتى قال قائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنظنه أنه في طائفة النخل، يعني قريبا منا. وحذر من الرافضة في حديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع طرقه، فقال: يكون قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. حذر صلى الله عليه وسلم تحذيرا عاما وتحذيرا خاصا. من ذلك من حديث افتراق الأمم الذي قدمته. ومشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السنة من بعده على ذلك. هذا عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: إياكم وأهل الرأي،
فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. انظروا، تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وذكر الذهبي في السير وغيره عند ترجمته عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت يعني عاصما ما أرى أهل العلم يرد بعضهم أو قد يقع بعضهم في بعض. قال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ والذي خبر كتب أهل السنة مثل الإبانة لابن بطة وشرح أصول الاعتقاد للألكائي وغيرهما يظهر له ذلك جليا، وأن السلف مجمعون على التحذير من البدع وأهلها. من ذلكم ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله، قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. نعم. أحسن الله إليكم.